السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم الركنة اللي كنا صورنا القماش بتاعها المرة اللي فاتت. قلت لكم هوريكم بداية الشغل فيها، والنهاردة بوريكم الشغل في الركنة ديت. ايه الخطوات اللي عملناها في الركنة. تمام. الركنة دي عبارة عن قطعتين، طبعا القطعة الكبيرة اللي انتوا شايفينها اللي احنا موقفينها على جنب ديت، ودي الجزء التاني لسه ما اتنجدش، واللي انتوا شايفينه دوت ده الجزء بتاع السرير، والجزء التاني بتاع الصحارة. طبعا الركنة دي عبارة عن قطعتين. القطعة الكبيرة دي هيبقى فيها السرير اللي هو القطعة الكبيرة اللي انتوا شايفينها ملفوفة بالفايبر ديت. طبعا لسه الكسوة بتاعتها ما اتكستش. احنا حاطين هنا سفنج كثافة 45. القاعدة هنا ثابتة. ليه ثابتة؟ عشان فيها السرير اللي هو بتاع الجزء الكبير دوت. ويفضل طبعا ان السرير اللي بيتفتح ميكانيزم القاعدة بتاعته تبقى ثابته، عشان لما نفتح السرير يبقى السرير بسوى القاعده اللي انتم شايفينها دي. تمام. القماش دوت بقى احنا خيطناه زي ما انتم شايفين. المربعات اللي انتم شايفينها دي خياطه بتتعمل على المكنه. طبعا بناخد مقاس القاعده وبنتلت المقاس دوت، بنقسمه على 3 عشان يطلع لي مقاس المربع اللي هنعمله على المكنه. تمام كده. فبنعمل بقى الخياطات دي بالطول وبالعرض عشان تطلع لي المربعات اللي انتم شايفينها دي. هل هي كده خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش، لسه فاضل لها النغز. طبعا لسه ما اتدبستش من الحرف اللي تحت دوت، لسه برضو ما تفنشتش. تمام. ده بالنسبه للقطعه الاولانيه اللي هي السرير، ودي الجزء بتاعها برضو لسه هيتعمل نفس الخياطه في القماش، وبعدين يتشد على الجزء الكبير بتاع السرير ده. والجزء بتاع الصحارة اللي هو الاقل منه دوت برضو هيتعمل فيه نفس الكلام. تمام. وده الجزء اللي هيبقى فيه الصحارة. الخشب لسه زي ما انتم شايفينه ما اتنجدش. برضو هنعمل زي ما قلت لكم الجزء بتاع الصحارة دوت هو اللي هيتشد عليه القماش يتعمل فيه النوز، وبعدين هيتركب هنا، وبعدين نبدأ بقى نشتغل في الظهور. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين الارضيه مشدود فيها استك، والاستك دوت اتكلمنا عنه كتير في فيديوهات قبل كده. اتكلمنا عن نوعه واتكلمنا عن اسعاره، بس الاسعار متفاوته طبعا لان الايام ديت الاسعار كل ماده في الزايد. فالاسعار اللي سمعتوها في الفيديوهات اللي فاتت حاليا مختلفه تماما عن اللي سمعتوه قبل كده، او لو حد هيروح يسمع الفيديو الاسعار اللي هيسمعها في الفيديو مش هي ابدا الاسعار بتاعت اليومين دولت. تمام. ده استك البرنس. وهنا ده الفايبر الرول. طبعا بناخد الفايبر اللي هو 5 سنتي ارتفاعه 5 سنتي، وبنحطه على السفنج زي ما انتم شايفين كده. بنلف بيه السفنج وبيتدبس او بيتلزق بالكله زي ما انتم شايفين على القطعه بتاعه السرير وبتاعه الصحارة. تمام. طبعا عندي هنا في حرف كده طالع اللي هو عشان لما احط القطعتين جنب بعض يبقى في يعني كل ده هيبان، مش هيبان في الشرح دلوقتي، بس هيبان اكتر في هيبان اكتر عملي. يعني لما نيجي نصور الركنه وهي متفنشه هيبان الحرف ده معمول ليه. تمام. بس كده اظن ان احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الركنه ديت. فتابعونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله تشوفوا معانا باقي تفنيش الركنه، وتشوفوا الفينش الاخير للركنه وهي متشطبه ومفروشه، ولسه الكوشنات بتاعتها، ولسه الشلت بتاعت الظهر. فتابعونا ان شاء الله، ولو في اي استفسار ابعتوا لنا على الواتساب. بسيب الرقم في صندوق الوصف بتاع تحت الفيديو. رقم الواتساب ده بتاع زوجي وهو بيرد على كل الاستفسارات. وفي كمان قناه فنون التنجيد، دي قناة زوجي بينزل عليها فيديوهات تعليمية، وبينزل عليها شرح تنجيد. اللي حابب يروح يشترك فيها هيشرفنا اشتراكه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.